السلام عليكم. النهارده حلقة جديدة من استوديو 13 بودكاست اللي انتوا بتستنوه كل يوم اتنين. تمام. البودكاست المحبوب ليكم. ومعانا ضيف الحلقة هشام. حبيبي. تمام. وطبعا اصحاب البيت فينو وزياد. النهارده هنتكلم عن حلقة المفروض بنتكلم عن حاجة داتا اناليتكس صح؟ مظبوط. تمام. وعليتها بالتسويق والسينما وعليتها بالتسويق والسينما. تمام، عشان الناس اللي بتحب الافلام والمسلسلات والحاجات دي، فهنبتدي ان شاء الله. يلا. ازيك يا سباع؟ الله يسلمك يا عامل صاحبي. اخبارك؟ شكرا ليك اللي انت جيت والله يا صاحبي. وجاي متشيك. تمام، وجاي يعني جاي متشيك. هطلع. رز العنب. وحاطط برفيوم. للاسف الزبائن مش انت بتتكلم مش هيقدروا صوتك يشموا واطي قوي. الريحة. لازم اطلع، مش هينفع، ما هو ينفعش. هو انت بتتكسف؟ انا هو ساعات شخص خجول ولا ايه؟ شويه سيكا. خجولي ده كاميرا بقى مش هينفع، الرقابه انت فاهم. عامل ايه يا عم هشام؟ والله يا صاحبي كله زي الفل. انت ايه الاخبار؟ والله كله جميل صاحبي بجد والله العظيم بدون مبالغه، بس الحلقات بجد حلوه قوي بجد والله. والله، وفيها بوينتس اوف فيوز كده مختلفه شويه خد يا صاحبي، طبل يا صاحبي. يعني. خد يا صاحبي. انا بس مش فاهم قصدي على حلقه 13 بجد. والله العظيم بجد. والله الحلقه بتاعت الميديا باينج بتاعت محمد ايهاب دي كانت جميله دي صراحه. حلوه قوي. الحلقه بتاعت الغربه بجد كانت حلوه. لا نخنخ قد انا لسه ما شفتش الحلقه دي، عايز اشوفها. شوفها بتاعت شوفها الغربه. آه. لا حلوة. كان في الغربة تجرب ساعتها. كان متغرب، كان يا عيني بيسعى في شوارع امستردام بجدح. وبيجدح. كان عايز يعمل محمد هنيدي. كيف رايح يشوف توسكانيني. كان اشرب بطاطس في البطاطس يبقى في الحلقه قلب المواجع. واحنا اصلا لما قلنا امستردام في الحلقة بتاع كان قصدنا بنسقط عليه، فاهم؟ بيطلع بيجدح هناك، فاهم؟ وبتاع الدنيا بتوديه وتجيبه اللي يعني. قاعد في السيليكون مرتاح ولا في امستردام مرتاح. هو بتاع سيليكون مش هيسيب حد في حاله كده. يلا نعمل ايه طيب؟ ايه اخبار الشغل طيب؟ والله يا صاحبي كله زي الفل. يا صاحبي وكل حاجه زي الفل، ما تحورش بقى. مفيش حاجة في حياتك. الكاميرا مش هينفع. وش الباشا بطاقه ما ينفعش. لمع السيراميكا بص. انت حلقة عشاننا؟ يا نهار ابيض. انا عندي كام زياده؟ اتش نبتدي اتفضل. ماشي. نبتدي الموضوع الاولاني. تمام. كلمنا عن نفسك بقى، يعني انت شغال ايه اساسا عشان تيجي تقعد معانا في القعده الحلوه دي؟ تعرف ايه انت في المجال عشان تتكلم معايا؟ مش عارف. انت ابن مين؟ انا في دبي. الناس بتوع البودكاست جايب لك مايك ومفرش. ايوه. مفرش بيجيب حساسيه، خلي بالك. ادي نفسك نص ساعه كده. هتبدأ تهرش. حاجه غريبه. لا والله، قول لنا يعني انت شغال ايه؟ داتا اناليتكس صح؟ مظبوط. ده بيعمل ايه ده صح؟ ده صاحبي شخص حياته كلها ارقام. يعني ده كل يوم بيجي له داتا شكلها مختلف. الحاجه الحلوه بصراحه الوحيده في حياته انه شغله مش روتيني. هو مش روتيني، يعني هو مش بيعمل نفس التاسك كل يوم. في حاجات بيعملها، بس شغله الى حد ما في kind of creativity. انت عندك الفرصه ان انت تفكر زي ما انت عايز، تبدع وتشوف انت محتاج تعمل ايه. هو المجال ده اكاديمي يعني ليه جامعات بتدرسه، ولا هو مجال جديد بدأ. ظهر على الساحه؟ بدا يبقى فيه، بس انت مش محتاج تدخل كليه. اوكي. بدا يبقى فيه دلوقتي مثلا في كليه حاسبات ومعلومات كمبيوتر ساينس، يبقى فيه ده بدا قسم. مؤخرا يعني مثلا من 5 سنين طب مثلا. طب لو حد خلص جامعه امم تمام وعايز يتعلم يعمل في كورسات على اليوتيوب يعني ولا انا تعليمي كله كان على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ كله من على اليوتيوب. مم. يعني دخلت تشالنج، سبت حته كنت فيها بالظبط كده. ودخلت في حته جديده محدش كان فاهم انت بتعمل ايه. والله يعني ولا انا والله. يعني هو هشام فعلا ما كانش حد فاهم هو بيعمل ايه. هشام كان شغال معايا في نفس الشركه، وفجاه قال لنا انا همشي. طب هتمشي هتعمل ايه؟ لا انا هاخد كورسات داتا اناليسيس. تعمل ايه يعني؟ هتاكل وتشرب منين؟ يعني هتاكل وتشرب منين؟ قال لك انا هعمل كده. بس انت خريج ايه اساسا؟ انا خريج علوم بترول. علوم بترول. وده عشان برضه ده الغريب شويه، بس انت عارف المرتبات الكبيره دي بتجيب ليه الفقر ناسها؟ يعني. المرتبات الكبيره ليها ناس. فلوس كتير يعني صرف كتير. ايوه. يعني ذنوب اكتر. ايوه. فانا بحب ابعد عن الجنب ده. صح معاك. ده كان في كتاب يقول لك الفقراء يدخلون الجنه. ايوه. طبعا ده غلط خالص. الموضوع بدأ فعلا زي ما زياد قال، انا وهو كنا بنشتغل مع بعض.
كنا بنشتغل في مجال تنظيم المؤتمرات، وبجد بدون مبالغه ده كان امتع حاجه عملتها في حياتي، ولو راجع بيا الزمن هروح اشتغل تاني في المجال ده. الموضوع بجد جه صدفه بحته، ان في مره رايح اقعد على قهوه مع جماعه اصحابي، ففي واحد صاحبنا بنشوفه كده كل فين وفين، الله يمسيه بالخير يعني، يا رب يشوفنا النهارده، اسمه احمد زيدان. ف بقالنا كتير ما شفناش بعض. ازيك يا زيزو، عامل ايه؟ كله تمام. ايه بتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي والله انا بشتغل في كريم. قلت له بتشتغل ايه بقى؟ قال لي بشتغل داتا اناليست. قلت له بتشتغل ايه بقى يا زياد؟ انت قبل مين اللي قتله؟ فالراجل شاف ان انا مهتم، وتقريبا كان اول مره في حياته يشوف حد مهتم يعرف هو بيعمل ايه. فبدا يحكي، والله انا شخص بيجي لي داتا، بقعد اطلع منها معلومات. المعلومات دي احنا مش قادرين نشوفها في الحقيقه، هي كانها نظاره بتوريك اللي انت مش عارف تشوف بعينيك العاديه. طب انت، الموضوع بدا يشدني بشويه بصراحه. قلت له طب انت عشان توصل تشتغل في مكان زي ده، في بوزيشن زي ده، محتاج ايه؟ قلت له اول حاجه انت محتاج انك تتعلم او تكون بتحب الارقام. لو انت بتحبش الارقام في الموضوع ده مش ما يخصكش يعني. طيب نتكلم بقى كتولز. خلاص انا عندي دلوقتي الشغف من ناحيه الارقام، انا بحب الارقام جدا. ماشي. ايه بقى التولز؟ قال لي والله اول حاجه انت تبدا تتعلم اكسل. قلت له جميل. بعد الاكسل قال لي انت لو اتعلمت اكسل بس فانت قادر انك تبدا تشتغل. فدي اول خطوه، يعني انت ممكن بس بالاكسل تبدا تشتغل كداتا اناليست. ماشي. قلت له طيب بعد كده؟ قال لي والله بعد كده بقى بقيه الحاجات دي حاجات كماليات، كانك جايب عربيه بتروش عليها. اتعلمت اكسل، بعد ما خلصت هتتعلم حاجه اسمها statistics، احصاء. لان الاحصاء مهمه جدا. فقلنا اول حاجه تتعلم اكسل، تاني حاجه بتتعلم statistics الاحصاء. وبجد انا اكتشفت قد ايه انا كنت جاهل في حياتي وبصدق كلام كتير بيتقال حواليا قبل ما افهم ايه هي الاحصاء. بجد الاحصاء دي يعني هي بس ما غيرتليش الشغل، هي غيرت طريقه تفكيري وغيرت يعني نظرتي للارقام اللي بشوفها حواليا. يعني انا مثلا واحد بيحب الكوره جدا، كلنا بنحب الكوره. كنت هحكي لك في النقطه دي. ما انا هرمي ايه واحده كده وبعد كده هندخل ان ديتيلز. يعني انا مثلا واحد بيحب الكوره جدا، فانا لو في ماتش للفريق اللي انا بشجعه المهاجم فيه جاب فيه جونين، فطبيعي بعد الماتش الراجل ده راجل بيطير، راجل جامد جدا. however ان الراجل ده فعلا ممكن يطلع مهاجم سيء جدا 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 عشان جاب جونين، لان بدا بس ان يبقى فيه مترك حاجه اسمها الاكس جي، الاكسبكتد جولز، كده انتوا عارفينها يعني. الراجل ده لو سجل جونين بس اتاح له 10 فرص، فهو سجل 20% من الفرص. طب انا ده بقى هياخدنا لسؤال تاني، هو ايه المجالات اللي بتستخدم الداتا اناليست؟ كل حاجه تتخيلها في حياتك يعني. طيب خلينا نضيق الافاق شويه. يعني انت دلوقتي شغال داتا اناليست في حته ريليتد بالاتش ار شويه، صح؟ او ريليتد بال زي ما نقول اداريا حته اداريه. مظبوط. ايه علاقتها بالكوره؟ وانا عارف ان انت رحت خدت كورس داتا اناليتكس في الكوره مع حد في باريس سان جيرمان، فانت عملت ده عشان ايه؟ باريس سان جيرمان. بس يا جماعه عشان بس قيل وقال انا خدته اونلاين ما رحتش. لا اونلاين لسه ما خدتش الشنجن. بالظبط. المهم ايه علاقه الداتا اناليست بالكوره وفكره بقى محللين الاداء؟ هي دي الشغلانه اللي هو الداتا اناليست بتاع الفريق، هو ده محلل الاداء صح؟ ده بيبقى اسمه بيرفورمانس اناليست. اوكي. ده الاسم العام وتحتيه كذا مسمى تاني. يعني مثلا دلوقتي في حاجه اسمها سيت بيس اناليست، اللي هو مدرب تحليل الكور الثابته. اول فريق في انجلترا جاب او اخترع الشغلانه دي كان ليفربول. بالظبط كده. تابع انت. ده ايه الارقام اللي يعني، او خلينا اقول لك السؤال، بيجيب ارقامه منين يعني كداتا بقى؟ من البتاع اللي بيلبسوها هنا دي. بالظبط كده. دي حاجه ده وان سورس اوف داتا بياخد منه، وبياخد من الريل تايم داتا. ريل تايم داتا دلوقتي الملعب بيبقى متحوط بكاميرات 360. ف انت طبعا وانت واقف كمدرب بره على الخط، انت برضو انت مش كاشف الملعب كله، ومش كده في ايباد دلوقتي كده عند الدكه صح؟ مش عارف برضو انت مثلا انا لو واقف هنا وفينو هنا قدامي وانت وراه،
بس المسافات بيننا بعيده، انا مش هقدر اقدر المسافه ما بينك وما بينه. صح. فعشان كده السكرين دي بتبقى موجوده. في حاجه بتبقى ريل تايم، يعني انا ممكن دلوقتي في ضربه ركنيه بتتلعب عليا، انا ممكن البرفورمانس اناليست اللي واقف فوق خالص يروح قايل للمدرب لعيب رقم 5 واقف فاضي، حد يمسكه حالا. فتخيل في ثانيه الا ثانيه هروح منادي عليه وقف مع كذا، هيمسكه لان خلاص هو 4 ثواني جون هيدخل فيا. فالموضوع بجد ممتع. بس برضو للاسف هو نزع حته الابتكار عند اللعيبه. زمان اللعيبه كانت بتنزل جرينتا تنزل اعمل اللي انت عايزه ورقص. في لعيبه زمان كتير قوي احنا كنا بنحبها، يعني هو الراجل مش نازل عشان يكسب، هو الراجل نزل اللي ينزل. في كده في ترقيصه شفتها امبارح في فيديو لازم عايز اعملها النهارده في الماتش. فدلوقتي الموضوع للاسف نزع شويه حته الكرياتيفيتي من عند لعيبه الكوره. بس ده في كل الصناعات. زي ما احنا قلنا حاجه من الحاجات الايجابيه في مجال داتا اناليسيس، ان مثلا عندنا مثال ناجح جدا لليفربول في استخدامها للداتا اناليسيس وحاجه اسمها الماشين ليرنينج. ليفربول جابت صلاح وقبليه جابت يورجن كلوب بناء على داتا. يورجن كلوب ساعتها ما كانش احسن مدرب في العالم، الراجل كان بيدرب بروسيا دورتموند، خلص دوري تقريبا 7 أو 10 بصراحه مش متاكد من المعلومه. فهو في وسط مدربين كتير قوي هو مش ظاهر، والراجل ده مش احسن واحد. صح. طب جبناه ليه؟ احنا جايبينه عشان الراجل ده افكاره بتفت مع الموديل بتاعنا. احنا عندنا موديل فورميشن بتلعب بشكل معين، اللعيبه دي بتتمرن بشكل معين، احنا عندنا رؤيه معينه، احسن واحد مناسب لينا هو يورجن كلوب. فجبناه وبناء عليه بدا يجيب لعيبه اللي بتفت معاه، مش الاحسن لعيبه في الدنيا. وده برضو يثبت لك حاجه، ان في دلوقتي فرق كتير قوي بتجيب احسن لعيبه في الدنيا وما بتنجحش. صح. الدوري الانجليزي السنه دي في فرق جابت لعيبه بفلوس كتير جدا، فالصرف منهم ليفربول بطلوا يستخدموا ليفربول كرش الراجل والجهاز مهنج. لا بس فالصرف مش معناه بالتبعيه ان انا هكسب. وده حقيقه ده بيترجم على واقع دلوقتي. يعني السنه اللي فاتت مثلا هم جابوا ارني سلوت بنفس المبدا، ان هم برضو الداتا بتاعتهم جابت ان ده راجل المرحله اللي احنا فيها، زي لما عملوا مع كلوب كده، ولما عملوا مع صلاح، عملوا مع كذا انتدابات بتاعتهم. لما ابتدوا مره واحده يفتحوا او يكسروا السياسه بتاعتهم دي، اديك شايف النتيجه. ان هم مثلا الكيتيكي وايزاك ده كان عكس الحاجات بتاعتهم بالظبط. يعني هي الميتريكس بتاعتهم كانت مديالهم اكيتيكي، هم راحوا جابوا اكيتيكي وايزاك. خلينا نتكلم شويه من وجهه نظر يعني ايه لذيذه كده وفرفشه، بلاش نتكلم تكنيكال خالص. ماشي جميل. فخلينا نشوف حاجات حوالينا احنا شفناها بعينينا، وقد ايه الحاجات دي نجحت، وقد ايه الداتا اناليتكس فادتنا في ان الحاجه دي تظهر بالشكل ده. خلينا نتكلم على الافلام، مسلسلات، حاجات في اللي منه دي. طيب. انا مثلا زمان كنت بسأل نفسي هو بناء على ايه بتطلع قناة تقول والله ان المسلسل ده في رمضان هو رقم 1. ايوه والممثلين كمان دلوقتي على كل حاجه يوتيوب بقى. هل الموضوع كلام وخلاص؟ يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان انا احسن داتا اناليست في مصر؟ محدش بيدور والله. انا كنت فاكر كده، بس بجد يعني لما دورت شويه في الموضوع واشتغلت شويه في بروجكت كده، وانا لما كنت في مصر كنت بشتغل في شركه بتشتغل في مجال الماركت ريسيرش، هي بتعمل سيرفيز. وده كان احسن قرار خدته في حياتي ان انا اشتغل في شركه زي دي، لان انا بشتغل شويه في مجال البنوك، شهر انقل على العربيات، شهر انقل على التليكوميونيكيشنز، شهر انقل على الكوره، شهر انقل على المسلسلات. بتجمع بقى البريفرنسز بتاعت الناس صح. يعني بتجينا الشركه تقول لنا انا عايز اعمل سيرفي، ايه الهدف السيرفي؟ انا عايز احسن المنتج بتاعي ايا كان المنتج ده ايه. فبنبدا الاول نسال شويه اسئله وهم يكونفيرم عليها. الاسئله دي من هدفها نعرف الناس بتحب ايه، وايه الحاجات اللي بيحبوها في الكومبيتيتورز مش موجوده عندهم. وعلى اساس كده نبدا نحسن المنتج بتاعهم عشان ياخد ماركت شير اكبر في السوق. شكل السيرفي ده بيروح للناس في ايه؟ يعني بتروح للشخص دايركت تقول له ده السيرفي يعني حلو ولا السيرفي ده ممكن يبقى اونلاين زي ما انت قلت، ممكن يبقى في الشارع، في ناس هتلاقيها واقفه في الشارع. يعني الشخص بيبقى عارف ان هو بيعمل سيرفي بيقيم حاجه اوكي بالظبط.
في مجال بقى التلفزيون والافلام والمسلسلات الموضوع بجد ممتع جدا. في شركه في مصر اسمها اي جي ماب، دي تعتبر الشركه الرسميه المسؤوله ان هي تطلع ارقام المسلسل ده كم واحد شافه والفيلم ده كم واحد شافه. طب هم بيقيسوا ده بناء على ايه؟ هنا بقى بتيجي دور الاحصاء. انت في مصطلحين في الاحصاء، في حاجه اسمها population وحاجه اسمها sample. population ده العدد الكبير، السامبل ده جزء من البوبوليشن. فانا مثلا دلوقتي والله لو حبيت اقول ان انا عايز احسب متوسط اجر المحاسبين في مصر، مستحيل تكنيكال ان انا انزل الشارع اسال محاسب انت بتاخد كام. ده مستحيل يحصل. فبتاخد سامبل، والسامبل دي لازم تكون راندم ما فيهاش اي انحياز. يعني مثلا ما اسالش 100 محاسب 50 منهم بيشتغلوا في المعادي وما ينفعش الناس دي كلها يبقى نقدر نقول ايه، يعني لازم الموضوع يبقى راندم، ولازم يبقى فئات مختلفه قصدك يعني لازم تكون درجات وظيفيه مثلا مختلفه، ولازم تكون بتمثل البوبوليشن. ماشي. يعني لازم تكون الناس دي بتمثل البوبوليشن الكبيره. تمام. يعني من كل حته، من كل بلد، من كل محافظه مثلا كل واحد بينطبق عليه الكرايتيريا بتاعت ان هو يطلع اقول عليه ان الشخص ده محاسب، فده اقدر اخده في العينه بتاعتي. وبناء بقى على شويه معادلات مالناش اي دعوه بيها بقدر احسب لو السامبل اللي عندي دي طلعت ارقام كذا، فبالتالي البوبوليشن اللي عندي هتطلع ارقام كذا. في شويه معادلات وبتطلع لك فعلا ارقام هي قرب الحقيقه. تمام. بس في ناس يعني في الممثلين اكيد ما عندهمش الحوار ده كله عشان يطلعوا يقول لك انا ترند رقم واحد، انا مسلسل عمل بس هو الممثل تول في ايد شركه الماركتنج اللي بتقول له نزل كذا قول كذا، وشركه الماركتنج ريسورس بتاعها الشركه اللي جايبه اللي عامله الداتا ومطلعه الداتا بالظبط. هي بقى شركه اي جي ماب دي هي الشركه المسؤوله ان هي تطلع الارقام الرسميه. بتطلعها ازاي؟ والله في جهاز كده بيتباع اسمه بيبل ميتر. الجهاز ده احنا دلوقتي مثلا كشركه اي جي ماب هننزل هنوزع الجهاز ده على البيوت. تمام. يروحوا يخبطوا على البيوت، احنا شركه كذا وعايزين نعمل سيرفي وهنركب الجهاز ده، وده بيبقى شيء مدفوع الاجر. فالناس تمام ماشي، بينزلوا على البيوت. وطبعا النزول ده ما بيبقاش عشوائي، بيبقى محسوب. احنا عندنا القاهره هننزل فيها في المناطق الفلانيه، وهننزل في اسكندريه في المناطق الفلانيه، في وجه بحري، في وجه قبلي. الناس كاتيجوريز، في كاتيجوري ايه الناس اللي مرتباتها عاليه جدا، في كاتيجوري دي الطبقه الكادحه، في الشباب وفي البنات، في الكبار في السن وفي الصغيرين في السن. فاحنا عايزين نضمن ان ما يبقاش فيه اي انحياز لفئه بعينها، لفئه معينه عشان الارقام ما تطلعش غلط. فبيطلعوا يوزعوا الاجهزه دي على التلفزيونات وبيركبوا الجهاز، وبيطلبوا منهم بس ان مجرد ما بيشغل التلفزيون الجهاز ده بيشتغل على طول. الجهاز ده بيديتكت ايه؟ اي شيء بيتذاع دلوقتي الجهاز ده بيسجله. ماشي. بعد نص الليل الاجهزه دي كلها مربوطه بالسيرفرز بتاعه الشركه الام، تبعت الداتا كلها مثلا بدايه من 12 بالليل لغايه 4 5 الصبح. تبدا الداتا دي تتبعت للسيرفر الام، تاني يوم هكذا، تالت يوم هكذا. في جهاز تاني بيتحط ده بيديتكت الاوديو، مربوط بقاعده بيانات ضخمه جدا. مجرد ما يشتغل الجهاز ده هو بيقدر يعرف انت مشغل قناه ايه ومين اللي بيتكلم والساعه كام دلوقتي. طب هو مش بيبان من اسمه ده، يعني القناه ما بيبانش فيها شبه اليوتيوب كده كام واحد شاف الشاشه كام؟ ما هو ايه بقى الفيديو ايه الحاجه اللي ما هو هيبان من الجهاز. اصل انت هو قصدي سباعي في القناه مثلا فاتح السي بي سي، عند السي بي سي مش بيبان كام واحد فاتح القناه دلوقتي او كام واحد. كمان انت عندك مثلا كمثال بسيط، مثلا ماتشات الكوره مثلا انت بتتفرج عليها في القهاوي فيها كام واحد. عشان كده فكره العينات دي مهمه جدا، ان انت بتحط عينه، بتاخد عينه من القهوه، عينه من البيت، عينه من شباب بيتفرجوا مع بعض. لان انت كقناه مثلا انت اشتراك واحد بين سبورت موجود في قهوه بتتفرج عليه 250 لا اكمني يعني انا مثلا كان في مره في رمضان، لا والله كان في مره في رمضان كنت بعد اما موسم رمضان المسلسلات خلصت تمام، جه في الاخر قال لك والله المسلسل ده اتفرج عليه مش عارف 3 مليون، المسلسل ده 4 مليون، فاكيد مش هيوزعوا 4 مليون قطعه ال 4 مليون شخص. هي دي بقى المعادلات اللي هي بيقول لك عليها هنا، ان هم مثلا بينزلوا على
3000 او 5000 اسره مم. ويقيسوا، وبناء على الارقام دي نقدر نطبق الارقام اللي اتعملت على 5000 بعد شويه معادلات نطبقها على 120 مليون. طب ده بيتعمل برضو على المنصات اللي موجوده دلوقتي شبه واتشت فانا لو فاتح شاهد اي بي والحاجات تي في هي محسوبه في الفرجه بالظبط. صح كده اي يعني بي تي جزء من في السبب لو الجهاز ده متركب هو بالظبط بيديتكت. يعني بالظبط يعني عشان كده مثلا هو مشاهدات الاي بي تي في دي محسوبه في مشاهدات النجاح بيتحسب عليها صح. لان انا مثلا مش يعني الجهاز ديتكت صوت نور الشريف، فسمع نور الشريف وهو بيتكلم فلان عايش الباب ايوه خلاص فالوقت الراجل ده بيتفرج على المسلسل ده. ففي الجهاز البيبل ميتر ده اللي بيسجل، في جهاز الاوديو ده بيديتكت الصوت، في بقى احلى جهاز في الدنيا ده جهاز بيديتكت مين اللي قاعد مين اللي بيتفرج. بالظبط. طب ما دي كده انت بتنتهك الخصوصيه. ما هو يعني الاول احنا الشركه دي بتمضي على ورقه بالتعاون مع الطرف اللي هيعمل السيرفي ان البيانات دي بيانات خاصه كونفيدنشال، مفيش اي تسريب هيحصل ليها، وده فور ذا سيك اوف ان انت تطلع ارقام من السيرفي. عندي سؤال، هو الكلام ده ريجوليتد يعني في مصر عادي في جهه يعني بتبقى مشرفه على ده صح؟ طبعا أوكي. والكلام ده موجود في اوروبا وفي امريكا. يعني مثلا اكبر شركه بتعمل كده في امريكا اسمها نيلسون، هي دي برضو المسؤوله ان هي تقول لك ان والله الفيلم هاري بوتر ده هو حقق اعلى مشاهدات. ايوه. ففي بقى الجهاز الجميل ده بتاع اللي بيديتكت مين اللي بيتفرج، بس ده بيبقى ليه استخدام خاص شويه، ان هو بيطلب من الشخص اللي هيتفرج اول ما يدخل ان هو يعمل ساين ان. فهو مثلا الجهاز شبه كده كانك بتساين ان على اليوتيوب، في اكونت بتاع سباعي، اكونت بتاع فينو، اكونت بتاع زياد وهكذا. فبيساين ان، فالجهاز بيديتكت الراجل اللي قاعد، الراجل ده فتح قناه ايه، اتفرج عليها لمده كام دقيقه، قفل امتى. الداتا دي لما بتتجمع بقى من 5000 شخص اللي بيتفرجوا، في برضو حاجات جميلة جدا الجهاز بيعملها. بيبدأ يعمل ايه؟ الجهاز مثلا دلوقتي سجل ان في البيت الفلاني في 7 ساعات الجهاز بيسجل ومحدش بيتفرج. شبه كده بالليل انت نمت التلفزيون شغال فالجهاز شغال. فبالتبعية الداتا دي لو دخلت وسط الداتا بتاعتنا هتبوظ الدنيا. ما هو في 7 ساعات القناة اكس شغالة. ايوه. الجهاز بيبدأ يعمل حاجة جميلة جدا، بيبدأ يحسب مين آخر واحد شغل التلفزيون، ماشي، وبيحسب افريج يعني مشاهداته في خلال الأيام اللي فاتت. والله الراجل ده كل يوم بيرجع من الشغل الساعة 5 العصر، يفتح التلفزيون من 5 ل6 ويقفل كده ياكل وينام. فدلوقتي الساعة 12 بالليل ده مش الوقت اللي هو بيتفرج عليه فيه، وهو ما عمره ما قعد 7 ساعات متواصلة يتفرج على التلفزيون. طلع الداتا دي بره الداتا بتاعتنا. ايوه فهمت. بس بيزد على الداتا دي انت مثلا دي سامبل، فلو الباترن ده هي دي الباترن او هي دي الانماط اللي بتعملوا لها كرييشن صح كده بالزبط. لو الباترن ده اتكرر مع 1 و2 و3 فالسامبل بقت كبيره، فاذا البوبوليشن كلها ما بتتفرجش في الوقت ده صح كده بالظبط كده. تمام. وهنا بقى بيجي انا اسف هنا بيجي دور حلو جدا شركات الاعلانات. هي في رمضان مثلا انا كشركه كبيره عايز اعمل اعلان وعايز اتاكد الناس كلها هتشوفه، ليه هختار التوقيت ده ان انا احط فيه الاعلان بتاعي؟ ليه مش قبل؟ ليه مش بعد؟ بناء على البيانات اللي بتطلع من الشركه دي، ان الشركه هتطلع ان اكبر عدد من الناس بيتفرج من الساعه 9 للساعه 10 على القناه دي على المسلسل ده. فاذا القناه تبقى عارفه هتشتري انه مسلسل عشان تعرضه بان هو ده المسلسل اللي جايب اعلى نسبه طلب او اعلى نسبه مشاهدات. بالظبط صح كده. وهتعرف تسعر. الاعلان الساعه 2 الظهر بيتسعر باكس، يعني الساعه 9 بالليل بعد صلاه التراويح يتسعر برقم تاني. اذا الشركه دي بتبيع القنوات، بتبيع لشركات الشركات عموما اللي عايز تعمل اعلانات، بتبيع للمستهلك، فبتبيع لكل الناس. بالظبط. طب لو عايزين نعمل شركه شبه دي يا صاحبي نعمل ايه؟ محتاجين الاول اشتغل دي محتاج الاول نقنع الناس ان احنا نحط الاجهزه دي عندهم. قول له مثلا والله انا بتاع الدش وجاي اركب، نخش بالكابلات بقى بتدفع فلوس للناس دي. شبه كده شبه كده الشركات الاتصالات لما يجي يركب لك تاور مثلا وانت صاحب العماره فوق السطح عندك بيدفع لك رقم حلو قوي. رقم حلو قوي قوي. بس طبعا للاسف ده بعد كده امراض وحشه قوي. بجد مش عايزين. هو الراجل ده بيضحي بحياته وبحياه الكل اللي في العماره لما بيعمل حاجه زي بجد.
بس أنتن. في مشاكل بقى، تمام. يعني ده الجانب الحلو بتاع الداتا. في جانب وحش بقى. ايه الجانب الوحش بتاع الداتا ليه في مثلاً؟ جانب وحش؟ لان في شركه اسمها تارجت، مش شركه على ما اظن، شركه او سوبر ماركت كبير في ده اسمه تارجت، تمام. السوبر ماركت ده قعد، كان في بنت بتروح تشتري كل يوم او كل اسبوع حاجات من السوبر ماركت ده، تمام. فبعد فتره بداوا يبعتوا اعلانات للاسره دي، تمام، ان حاجات بقى اللي هي مثلا حفاظات مش عارف ايه، حاجات للناس اللي الحامل، لوشن مش عارف بتاع واحده حامل مش عارف ايه. وبعد كده الراجل اللي هو ابوها راح للمكان ده، قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، عمل مشكله كبيره، تمام. وبعد فتره رجع قال لهم انا اسف، اللي انتوا بتقولوه ده صح، بنتي حامل. ما كانش يعرف ان بنته كانت حامل، طب ما دي مش وبنته كان حاجة عندها وحشة. 17 سنه. دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. لا لا بس هو بيحضروه. لا، هو انتهاك للخصوصيه. لا مبروك انت جد. هو انتهاك لا للخصوصيه مش يا حاسس ان ابني. هو انتهاك خصوصيه. هو ما هي هو هي هي بتروح السوبر ماركت ده، في حاجه هي اسمها بتشتري sign على حاجات. consent. لا. هي بتشتري حاجات، مم. مش فكره كونسنت. هو قصدي بقى ان الشخص ده كان بيروح السوبر ماركت ده بيشتري أيوة. حاجات، هي بتشتري حاجات. تمام. فمن نفس الحاجات اللي هي بتشتريها بدا يجي لها اعلانات على نفس الحاجات اللي بتشتريها. لا بدا يجي بص، هي بدا الموضوع يروح يمشي لبيتها. هي بتشتري، يعني مثلا راحت اشترت حاجه معينه، ايه تمام؟ الحاجه المعينه؟ يعني حاجات تبع الناس اللي بتبقى البنات اللي بتبقى حامل، انا مش ايوه عارف يعني بقى ما ده الحاجات قصدي إيه. بقى، ما هي دي تمام؟ المذر فبدا يكون مم. شكل او إن هي صوره إن ان هي ان عندها الشخص طفل. ده حامل، طبيعي. من غير يعني من غير ما تبلغ او من غير ما تقول اي حاجه، يعني هو جه، فاهم انت؟ هو جه قال ما لهم هو كده. انت أنا دلوقتي حامل. انت دلوقتي لو بلغ أنا ده في حامل. كارفور بيعمل كده. ده كارفور بيعمل كده. يعني انت بيدي على فاتورتك، وانت عليه مثلا عامل دلوقتي سبسكريبشن في كارفور وفي الحاجات دي. طيب. ما انت فاتورتك دي كل شهر وانت بتروح الهايبر ماركت، هو بيتابع ايه الحاجات اللي انت بتشتريها. بص، هو لو في حاجه سلبيه، في مثلا فكره كده اتطرحت قريب، ان وات اف ان كل حاجه في حياتنا هتبقى اوتوميتد. مم. فهل ده معناه بالتبعيه قاطع عيش؟ على حسب المجال يعني في الاخر. في يعني عندك حق مم. على حسب المجال. مم. بس هو المشكله دلوقتي الموضوع بقى مرعب، بمعنى ان زمان كان الاوتوميشن مقتصر على تاسكات بسيطه قوي. مم. دلوقتي انت بقى في حاجات ما كنتش اتخيل من سنتين ثلاثه ان هي تبقى اوتوميتد. دلوقتي صح. بقى في عمليات جراحيه. اه الراجل ده مم. اشتغل في لا القصه دي هو كتير دلوقتي يعني. في حاجه مرعبه، مثلا دكاتره الاشعه هم قريب هينتهوا. حد حقيقي يعني قريب مش هيبقى لهم دور في كتابه تقرير مثلا، ولا تشغيل جهاز ولا اي حاجه. عادي المريض هيدخل التقرير هيطلع زي بالظبط. الفل، شكرا. بس يمكن بصراحه الحاجه الايجابيه الوحيده في الموضوع مم. ان استخدام الاوتوميشن ده somehow مقنن شويه. بمعنى، خلينا كده نتكلم بشكل بسيط جدا. دلوقتي انا لو بلد، ايا كان البلد دي ايه، فيها عدد من المواطنين، مم. الناس دي كلها كل يوم الصبح بتنزل تروح شغلها وبتاخد اجر اخر الشهر وبتروح البيت. مم. لو انا دلوقتي عملت اوتوميشن للشغل كله، الناس دي كلها مش هتشتغل، الناس دي كلها هتقطع عيشها، مم. الناس دي كلها هتقوم عليا انا. فالموضوع somehow مقنن، بمعنى ان الاوتوميشن حلو، هيطلع لنا داتا صح، accuracy، هيقلل تكاليف، هيقلل وقت. بس لو بدأ يأثر على حياة الشخص ومستوى معيشته، فهنا هيبقى فيه زي رادع او في حاجة بتفصل ما بين ده وده. لكن مش معنى ان طول ما الحياة حلوة طالما في اوتوميشن يبقى انا هكمل فيها. مم. لان برضو الاوتوميشن زي ما كنا اتكلمنا من شويه فيه في مثلا في موضوع الكوره، ان هو شويه خلى مثلا اللعيبه ما تبدعش. صح ماشي. فطب ما دلوقتي اللعيبه كلها لما محدش يشغل دماغه، طب احنا بنلعب ليه يعني؟ ناقص بقى الشغلانه دي. هو بينزل بيعمل دور في حته بالظبط، خلاص بقت موظف. مم. هو اصلا الراجل راح لعب كوره عشان ما يبقاش موظف. بس انا هقول لك، انا بحس ان الحته دي هي حاجه انت بتشتغل بيها. يعني حته ان انت الاوتوميشن مش حاجه تخوفك، المفروض انت حاجه طور هي انت حاجة تشتغل بتسهل بيها. الموضوع. بالظبط، انت الحاجات دي انت بتستفيد منها. كل البروجرامز اللي طالعه دلوقتي وكل التولز اللي موجوده دلوقتي انت بتستخدمها مختلف المجالات. ممكن مثلا المثال اللي انت ذكرته، اكيد في امثله معينه هيبقى في ممكن مش موجوده، هتقل نسبتها. بس انا بشوف ان دي
ادوات انت بتستخدمها ان انت تنجح بالظبط. او تسهل شغلك بيها. لكن النقطه اللي هو قالها هشام مظبوطه قوي. اصل انت لو مش هتقدر تقعد الناس، فانت بتقتل الاقتصاد بتاعك. انا في مره كان على عامه على السوشيال ميديا في اوتوميشن للرد على الرسائل. لما عملتها مره تمام، والمفروض هي من متى. بعد ما عملتها بعد يومين قام عامل لي بلوك ان انا ما ابعتش كومنتات لمده 48 ساعه. طب والله عشان انت اللي هو- اديته باترن واضح لا او انت باترن. اصل بص، انت دلوقتي بتعرض عليا خدمه تمام هتقدمها لي، ودي منك انت مش من حد تاني. فانا عملت عليها اللي اي حد يرد عليا والله هرد عليه بالرساله كذا وابعت له حاجه في هو الدي هو ام ارى ان الرساله دي هو باترن. يعني ايه باترن؟ يعني اللي انت ما هي بتغيرش سبام. نمط. انت سبام. بالظبط انت ما بتغيرش، انت ماشي على نفس الرد مع كل الناس. لو تمام. واحد بيسالك كلت ايه هترد عليه نفس الرد. ما هي واحد بيقول لك هتنام امتى رديت على نفس هقول الرد. لك مش انت لما بتخش مثلا تشوف فيديو لحد تمام بتلاقي مكتوب عاملين لك يقول لك كومنت مش عارف باسم كذا تمام، وهنبعت لك الرابط بتاع الكورس مثلا او الرابط بتاع الحاجه دي. ما بتشوفش الفيديوهات دي كتير؟ يعني ما موجوده صادفتهاش موجوده كتير على في حاجة. الانستجرام. في الحته دي تمام هم عاملين حاجه اسمها اوتوميشن. فانا لما عملتها قام حصل معايا الموقف ده، فبطلت اللي هو طب بدل ما انت هتديني خدمه يبقى ما تخلينيش ان انا ما تعمليش بلوك بعدين. بس هو هنا تمام. الالجوريزم قاري. يعني ممكن برضه في حاجه الالجوريزم زي مش عايزين نروح للحته دي قوي، بس هو قاري ان الفيديو اللي نازل ده هو كل فيديوهاته بتتكلم ان هو كورسات وبيبيع كورسات. ممكن انت لما عملت ده عملته على حاجه هي مش بتريليت للحته دي، فقرا ان ده انت بتزود ريتش بس عندك او بتزود كومنتس بس عندك مش اكتر، فعشان كده عمل لك انت بلوك. لكن هو برضو اكيد ذكي كفايه ان هو يبقى عارف انت تقدم محتوى ريليتد وهتحتاج الاوتوميشن، فلما هتحتاجه هبقى زي انت تستخدمه بشكل سليم، ولا انت بس بتستخدمه ان انت بتزود الريتش بتاعك مش اكتر. عامة يعني فدي كانت دي حاجه سلبيه بالنسبه لي واجهتها مع الاوتوميشن. هو زي ما هنقول زي ما ايه فينو كان بيتكلم شويه ان الموضوع مش كله ايجابيات، لا هو في طبعا سلبيات. وهيفضل مهما تقدمنا ومهما حصل اوتوميشن هيفضل وجود الانسان مهم. لان في الاول وفي الاخر هي دي آلة واحنا اللي عاملينها واحنا اللي بنغيرها وبنعملها كاستمايزيشن على حسب احنا عايزين ايه. النهارده انا محتاج حاجه معينه فالآلة بتعملها. بكره احتياجاتي اختلفت صح. لازم اعملها كاستمايزيشن. فانا وجودي هيفضل مهم كبني ادم. بالظبط. بس انت بتسخر التول يعني. والمثال اللي احنا كنا بنقوله او ان احنا الحاجات اللي هو قالها، احنا اتكلمنا في حته السينما ولا لسه؟ اتكلمنا في السينما. انا كنت بشوف ان في السينما يعني هو قال حاجه حلوه قوي، ان السينما هي محتوى تمام، وانت التسويق عايز محتوى. والديتا اناليسيس بتركز لك انت تركب الثلاثه دول ازاي مع بعض. يعني مثلا انت بتشوف شركات كبيره زي نتفليكس مثلا نجحوا ازاي في المسلسل بتاع. هم دايما بدل بيعملوا كانوا في الاول حلقه او 2 يشوفوا المشاهدات بتاعتها وبعدين ينتجوا موسم كامل. لكن لما جم عملوا هاوس اوف كاردز مثلا، هاوس اوف كاردز هم عملوا ده كان مبني على داتا اناليسيس. جابوا شافوا مين اكتر مخرج الناس بتتفرج عليه اللي هو ديفيد فينشر. بالظبط فينشر. ومين اكتر مسلسل اكتر ممثل الكومبليشن ريشيو بتاعته عاليه اللي هي الناس بتكمل له الاعمال للاخر، فكان كيفن سبيسي. وايه اكتر موضوع الناس بتحب تشوفه هناك في المنطقه بتاعت امريكا، فلقوا الحته اللي لها علاقه بالسياسه وكذا. فهم انتجوا موسمين من قبل ما يشوفوا دقيقه واحده، يعني ما عملوش تيست على الموضوع ده. النتيجه بتاعته ان هو نجح وكسر الدنيا. تاخد الموضوع امثله عندنا في العالم العربي برضو، يعني هتلاقي مثلا شركه سينرجي الفيلم بتاع كيرة والجن. كيرة والجن ده مثال حقيقي جدا لحته الداتا اناليتكس. يعني هم عملوا نفس المواضيع دي، المواضيع اللي الناس بتحب تشوفها، الوقت اللي هيتعرض فيه اللي هو موسم العيد، الحاجات دي كلها. والحاجه كمان اللي عملوها ان هم قعدوا يشوفوا المناطق. قال لك في مناطق مثلا الواجهات البحريه والقبليه في ناس بتفضل كريم عبد العزيز على احمد عز، فكان في التريلر بيختاروا مين اللي يبان. ايوه فدي حاجه انت عارف اللي انت بتحدد الاعلانات تطلع على حسب اللوكيشن. فكان في اعلان اللوكيشن ده يبان فيه كريم عبد العزيز لان الناس هنا بتحب منظر كريم عبد العزيز والناس هنا تحب احمد عز. انت عارف في حاجه شبه اللي انت بتقول عليها دي شركه اسمها تينسنت تعمل حاجه في الاعلانات. بتجرب على حاجه كده اللي هو مثلا بعد كده مش هيكون في اعلانات، يعني بتجرب أيوة. الحاجه دي. فهي لما انت مثلا تتفرج على مسلسل تمام، المسلسل ده ممكن الراجل يكون مثلا بيشرب ازازه ميه تمام او بياكل مثلا اي حاجه، هو من عنده انت مثلا بتتفرج، احنا الاتنين بنتفرج على نفس المشهد،
انت ممكن تشوف مثلا عشان انت قاعد في الخليج، ده الدوري فانت الاسباني ده بتتفرج على حاجه. ده بجد تمام؟ والله الدوري الاسباني. لا ما هو هيعملوها بقى في المسلسلات. عملوها يعني في انت المسلسلات كمان. انت ممكن تلاقي واحد بيشرب كده، انت شايفه اللي هو بيشرب مثلا بيبسي، واحد تاني بيشوفه مثلا كنزة. بيشرب اسمه ده اسباتس مثلا كده. فعلى حسب المكان وعلى حسب الحاجه. قاعد في الظهريه بس اديله في العين سوزل. واحسن حاجه انا شايفها ان يعني فادت الداتا دي، فادت المسلسلات والافلام. ان لو انت بصيت زمان كان المسلسلات والحاجات دي كانت بتبقى 30 حلقه، صح. دلوقتي 10 حلقات وقلب 10 حلقات وقلب. وده خلى المنصات خلاص تبقى متجهه اللي هو والله نعمل مسلسل 6 حلقات، هنعمل مسلسل 8 حلقات. صح. فانا شايف ان دي احسن حاجه هي عملتها في المجال ده. انا عايز اقول لك النقطه اللي انت قلتها دلوقتي والنقطه اللي فينو قالها. جماعه الموضوع ده مش عارف اقول لكم، في كلام احنا ممكن نقوله في 30 حلقه بودكاست، وكلام ممتع جدا. صح. موضوع ظهور الممثلين ده، دي حاجه بيعملوها تيم الداتا اناليتكس مثلا في نتفليكس، اسمها اي بي تيستنج. اوكي. احنا معرفش يعني، اعتقد معظمنا شاف سترينجر ثينجز. صح. قبل ما بينزلوا المسلسل مثلا، وده حصل في اخر جزء او في الجزء اللي قبله تقريبا، بينزلوا 10 بوسترز او 10 بانرز، والناس كلها تبدا تشوفهم وشوف تفاعلات الناس معاهم. اكتر واحد هينجح هو ده اللي هينزل، هيبقى هو الرسمي. فمثلا كان في واحد اللي كان نازل فيه كان اسمه ايه الولد، داستن التخين كان ماسك الراديو. ده كان ده بقى البانر الرسمي. هل هم قاموا الصبح قرروا ينزلوا البانر ده؟ لا، عملوا اي بي تيستنج، نزلوا 10 نسخ وشافوا الناس تفاعلت ازاي مع كل واحد فيهم، والاكثر اعجابا او مشاركه هو ده هم بيقولوش ان احنا بنختار يا جماعه ولا هم بيرموهم ويشوفوا الانتراكشن. الحاجه بقى الاحلى هم بيقيسوا الانتراكشن ازاي، وده بجد شيء مرعب. دلوقتي مثلا نتفليكس هتقرر ان هي تعمل بانر، او هتعمل مثلا عايزه تعدل في الابليكيشن بتاعتها، فبتعمل ايه؟ فبتجيب الناس تفتح قدامها الابليكيشن، قدامك في كاميرا، في حاجه اسمها فيشل كودينج بتديتكت تعابير وشك، وفي حاجه اسمها اللهم صل على النبي، يلا بينا. تعبير وشك دي جامده قوي. في فيشل كودينج، كان في حاجه تانية عايز افتكرها. خلينا الاول في فيشل كودينج. هي بتشوف تعابير وشك، تمام، بتشوف انت مشاعرك ايه لما شفت الصوره اللي قدامك، مشاعر غضب، حزن، ضحكت. الموضوع ده فرق معاهم جدا. وده مثلا خلاهم، عايز افتكر اسم المسلسل، كانوا اتكلموا على الكيس دي، ان هو في مسلسل معين في حلقه لما عملوها هم كانوا عايزين يوصلوا مشاعر تعاطف. لما ذاعوا الحلقه دي، هم قبل ما يذاعوها عملوا تيست، فلقوا ان الناس مشاعرها كلها من الفيشل ريكوجنيشن مشاعرهم كانت ما بين حزن وتعاطف. فقرروا ان هم يغيروا المقطع ده، عادوا تمثيله تاني وعملوا تيست تاني عليه، فظهر لهم النتيجه اللي هم عايزينها، بقى تعاطف فقط من غير حزن. هم مش عايزين يكئبوا الناس. فتخيل ان انت الاجهزه دي بتعدل في المنتج، شكل المنتج بتاعك، شكل المحتوى بتاعك، عشان تنزل تكتسح بيه السوق. زي ما قال فينو من شويه على موضوع نتفليكس يا جماعه في 2013 تقريبا هي كانت شركه بتبيع افلام DVD. بالظبط. 2010 كان القيمه السوقيه لنتفليكس تقريبا 5 مليار. النهارده هم خدوا ورنر بروز. لا لسه في شركه موضوع ولا لا بعد ما عملوا بتاع ده، اما دفعوا بتاع ده. لا والله، طب انا هقول لك والله، بعد ما دفعوا، اما خلوا اللي هم يدفعوا 82 مليار، جت شركه اسمها بارامونت. تمام، دخلت في جت شركه اسمها بارامونت. يا عم اسمعني، ما انا هقول لك، ما انت ما تقولهاش كده برضه يعني. جت شركه اسمها بارامونت يا عم. هي انت خلك CEO بتاعها يا ريت، اقسم بالله لو خلي CEO بتاعي ما كنت قاعد في الاوضه المعفنه دي. ماشي يا صاحبي خلاص. المهم الناس دي تمام دخلت في المناقصه تمام، واللي اللي واقف معاهم اللي هو الصندوق السيادي بتاع السعوديه، صندوق الاستثمار السعودي وقطر، وعلى ما اظن برضو الامارات. 3 متجمعين عشان يبقوا يستحوذوا على ورنر بروس.
انا انا الابديت ده ما اعرفوش دي انا أهم اخر حاجة حاجه انا بس لسه أيلاند ممكن مش- عارفها اول امبارح. يعني انا نزلت فيديو على البتاع دي قبل ما اعرف المعلومه، وبعد كده لقيت معلومه جديده نازله. حتى لو دخلت على جوجل كتبت مثلا بس هرجع وراك ازاي برضه يا صاحبي ما واحد قاعد ده الريفرنس بيتكلم بتاعنا. قال لك شركه اسمها بارامونت. يا عم ماشي يا عم. لا مش شركه كبيره اكيد يا عم، ايوه يعني بس ما بس تقولش برضه- الراجل صاحب شركه 13 يا صح. صاحبي ايوه دي انتاج، دي بتاعت ميديا ودي بتاعت ميديا. ايوه بسيطه. يعني انت بطل الدوري الالماني وعكس ان بطل يبقى الزمالك احسن من كهرباء طلقه. انا قلت اسمكم كده يبقى انتوا. بس هو الموضوع زي ما موضوع قال شيق. موضوع جامد جدا وموضوع مرعب صراحه، ان هو بيدخل في مجالات كتير ما تتخيلهاش. يعني انا بشتغل في مجال الكاوتشات بتاعت العربيه الاطارات، انا ما كنتش متخيل ابدا ان ممكن موضوع الديتا اناليتكس ده يكون داخل عندنا. انت بتبيع كاوتشات، انت عايز ايه من الموضوع ده؟ لكن برضو نفس الموضوع، بتدرس حركة السوق وحركة الزباين والسلوك بتاعهم، واللي بيغير ده بيغير امتى وهيرجع يغير منك تاني امتى. فالحاجات دي بتفرق جدا، وداخله في كل حاجه، داخله في الاكل اللي انت بتشتريه، داخله في الشرب اللي انت بتشتريه. اكيد عندك مثلا بيتابعوا اعلى عربيات بتتباع فيعرفوا زي متوسط حجم الكاوتش دي قد ايه، فايه النوع اللي مش هيركزوا احنا بيجي لنا عليه تاني. معلومات الراجل اللي بيغير مثلا الكاوتش ده بيصرف قد ايه على البريكات بتاعته، الراجل ده بيغير زيت كل قد ايه. يعني انت مثلا من معلومه الراجل بيغير زيت قد ايه تقدر تحدد اذا كان هو بوتنشال ان هو يشتري اطار غالي ولا اطار لا. في ناس مثلا بتمشي بعد ما الزيت بتاعها يجي شويه يقول لك لا ده ممكن يكون ايه فرصه ان انت تقنعه ان انت تبيع له حاجه بريميوم ليها ارقام وحسابات والماركت. فالموضوع فعلا شيق جدا. طب هي يعني احنا بنتكلمنا على هي ايه الداتا ومين اللي شغال فيها ومش عارف ايه اكبر شركات في العالم هي اللي مستحوذة على الموضوع ده؟ بص هو دلوقتي الداتا اناليسيس بقت تقدر تقول سبورت فانكشن. يعني اي شركه في الدنيا عايزه تكبر وتنجح اكتر، مبيعاتها تزيد، تكاليفها تقل، بقت لازم تعتمد على المجال ده. وهنا هنيجي في حاجه فيها كونفليكت شويه، ان هل ده معناه ان الشركه لو مش بتستعمل داتا اناليسيس معناه ان هي هتفشل؟ لا. الراجل الطيب اللي عنده محلين بقاله في الشارع، هو الراجل ده ناجح. ايوه الراجل ده عارف يفتح محلين بقاله وما شاء الله بيبيع كويس، وما استخدمش داتا اناليسيس. هو اصلا طالع من تانية اعدادي، ما كملش تعليمه. لا هو كله الدنيا- هو هنا هو الداتا اناليست بتاع نفسه، يعني هو في الاخر عارف ايه اللي بيتباع عنده كتير أيوة. وايه اللي مطلوب عليه، هو بتاع نفسه. لكن انا لو بتكلم على سكيل اكبر فهحتاج هيجيب واحد يشتغل معاه بالظبط. لو راح صدر مصر كلها هيجيب ده 5 يشتغلوا معاه. بالظبط. هو الراجل ده بيستخدم الداتا اناليسيس من غير ما يعرف. ايوه هو بيستخدم حسابات فعلا من غير ما يكون عارف ان هو بيستخدم فانكشن زي دي. بس هل ده يقلل من دور الداتا اناليسيس؟ لا. زي ما قلت لك، هي نظاره انت بتشوف بيها. انا دلوقتي واحد عندي 10 فروع محلات بقاله منتشرين في اسكندريه، عايز افتح الفرع ال11. في حاجه تمنعني؟ لا. انا معايا الفلوس، معايا المنتجات، وقدامي مليون محل اقدر اجره. هل في حاجه تمنعني ان انا اخد المكان؟ مفيش. بس داتا اناليسيس هتعمل لك ايه؟ هتقول لك ايه احسن مكان تاخده، واحسن منتجات تقدمها في المكان ده، لان المكان ده عايش فيه ناس من كاتيجوري A او B او C او D. الناس دي مرتباتها كذا، في يوم ما هتشتري علبة جبنة مش هتقدر تشتري علبة جبنة بالرقم الفلاني، ولا هتنزل بالكواليتي للقيمة الفلانية. فأحسن جبنة تبيعها في المنطقة دي هي الجبنة دي. فهي هتساعدك في حاجات كتير جدا، وهتطلع لك أرباح انت مش متخيلها. يعني ستاربكس تقريبا في مشروب اسمه كولد برو او ايس برو. صح. من الداتا لاحظوا ان انت لما الناس اللي بتيجي تشتري المشروب ده هو عشان مر قوي، فبتشتري معاه كوكيز، بتشتري معاه حاجه حلوه، اوفر، خد الاتنين مع بعض 20% خصم. ما كنتش تعرف ده من الداتا، لان هي فروع في كل العالم. هو السيرفر اللي بيجمع المشتريات دي لا لاحظ الباترن ده فخرجوه عمل من الباترن بالظبط قصه، عمل من الباترن اوفر. هي باترن اول لو انت عرفت تلقط الباترن ده انت نجحت. اللي بيلقطه ده بيبقى الداتا اناليست وهو شغال، فهو بيبقى عنده فكر كوميرشال. بس في سيرفرات لكده، في سيرفرات بتخلي الداتا دي موجوده. يعني في طب لو السيرفرات دي فجاه قال لك اليوم ده
تمام السيرفرات دي كلها وقفت في باك اب. في باك ما ينفعش حاجه زي دي لمده ثانيه واحده تفصل. انت مش متخيل حجم الفلوس اللي هم بيكسبوها من وجود السيرفرات دي. طب عايز اجي لك لسؤال في حاجه. لو هو بتاع السوبر ماركت ده عايز يفتح ال10 فروع وعايز يعرف انه مكان، هو هيروح يجيب الداتا دي منين؟ هيجيب الداتا دي من شركات مسؤول بتبيع الداتا. أوكي. الداتا بتاعتنا بتتباع. انت لما بتخش دلوقتي اي مول عايز تلقط واي فاي، يعني مين السورس بتاع بيع الداتا؟ يعني فاهم قصدي؟ يعني انا شركه هفتح شركه بتاع الداتا اناليست او شركه مش عارف بقى بتسمى ايه ساعتها، هجيب الداتا منين؟ او هجيب بقى البضاعه اللي انا ببيعها منين؟ في شركات بتبيع الداتا. ممكن اروح اشتري مثلا من شركه اتصالات بتاعه ساعات التليفون. بيجي لي ايميلات، يعني كنا بيجي لنا ايميلات كده اللي هو عايز داتا 50,000 على مش حسب الشركات بس- القويه بتبقى معروفه. يعني مثلا في شركه هنا مش عارف نقول اسمها ولا لا، بس مثلا في شركه معينه مثلا في مجال العربيات اسمها GFK مثلا. تمام. دول كانوا شركه معروفه جدا ان هم بيدوا لك معلومات قويه جدا عن وجوم اخر 5 سنين ابتدى لا في شركات تانية ابتدت تطلع. فكل مجال ليه الشركات بتاعته، وفيها تلاقي واحد تاني بيبيع لك معلومات كده بايه مضروبه. صح. ما هو ده على حسب نظافه تعالى انا عايز معلومات على اكل على كذا على كذا. وعايز اقول لك الموضوع ده بجد بيتسعر على حسب نظافه الداتا. ده حقيقي جدا. اوكي صح. يعني انا مثلا دلوقتي لو عايز ابيع قروض حلو، في داتا ب 5000 وفي داتا ب 10000 وفي داتا ب 100000. اللي 100000 دول موست بروبابلي هم هياخدوا منك قروض. اللي داتا ب 5000 دول انت هتقعد ممكن واكيورسي شبه الناس اللي Accuracy بيجوا يعني. يكلمك يقول لك مش ليش عارف رقم موبايل تشتري بقى؟ شقه مش عارف ايه والجو ده. اسمك بيتباع بفلوس، رقم تليفونك، ايميلك، اهتماماتك. هو انا ازاي اراقب نفسي يعني ما هو غير الكوكيز والحاجات اللي بتاخد من الكوكيز، بس ازاي اتليست اداري الايميل بتاعي ورقم موبايلي من القصه دي؟ ملهاش حل صح ولا ليها حل؟ ما تديش اوثنتيكيشن لحاجه. مش عايز افتي، بس بحس ان الشركات مش عايز تقطع عيشك اسمها مش عايز تفتي. بحس ان هم بيدوك الاوبشن ان هو عارف انت بيبقى فيه تو تشيك بوكس كده اجري ولا ديس اجري. هو بيديك الاوبشن عشان تفتكر ان انت عايز تبقى موجود في الماركتنج بتاعنا وتريسيف ايميل. ايميل. بس انت معلم انت معانا. لا انا ما بعملهاش دي. لا هو بس كده مش فاهم. ايوه باي ديفولت كده انت معانا بالظبط كده. هاجي لك بطريقه تانية. صح مش بطريقه ثانيه. هو بيحسسك بس اللي هو لو انت يا زيد مش عايز تشارك معانا هو انا GDPR وبتاع بالظبط. اوعى تفتكر ان احنا لا مش هنبعت لك ايميل لو ده اللي مضايقك. قول لي بقى جبت بيلعب بامبرز بكام. حلو قوي والله. لا والله اتش الحلقه حلقه جميله جميله ربنا والله. يخليك يا زياد. ربنا وانا عارف فيها كلام اكتر بس احنا وقتنا بقى ممكن في يعني الجزء الثاني من الحلقه ان شاء الله. والله يا ريت ان شاء الله. ودي يا صاحبي. يا صاحبي يلا بينا. لو مع إن انك شاء انت الله. ضد نجاح الداتا اناليسيس مش عارف ليه لا يا عم. عايز السيرفرات تقع مش عايز البيج تكلمني انت حامل وحاجه عشان الناس تعرف يعني الموضوع وحش من جانب وحش. من كل اصل انا بشوف اللي هي دي حاجه بتكون حاجه اختراق بتاعتي لو انا خصوصيه. انا احط لا شبه ما انت كده بتقول عايز تخفي الحاجه. ايوه بس انا في الاخر لو رايح كارفور اشتريت كيس رز وبشتريه كل شهر وجم هم في شهر من الشهور قالوا لي انت ليك اوفر، ده حقي بقى يعني ماشي. بخش شوفني في حاجه. بخش اقرا عن الموضوع هتعرف ان الموضوع كان اشتغاله. يعني كان الموضوع كان صاحبي اختراق الخصوصيه. تمسك ايه دلوقتي؟ كنت بمسك المترو وراكب الاتوبيس دلوقتي. حد واحد بيبص من الجماهير ولا حاجه؟ حبك يا سبعه. تحب تقول اي حاجه قبل ما ننهي؟ طيب تحب تقول اي حاجه قبل ما لا والله العظيم بجد انا فعلا انبسطت جدا بالقعده الحلوه دي. احنا نقلنا قعده القهوه بس جبناها هنا بس بشكل مهذب بشكل مهذب. راقبنا كلامنا، اخترنا اللي يتقال واللي ما يتقالش. صح. اخترنا يتقال قدام مين. بس انا بجد والله استفدت. يعني انا حته كتير انت قلتها حته يعني حوار السينما ده مرعب. انا يعني حوار ان هم بيتركوا الافلام ده حوار ده بيركبوا اجهزه عند الناس. انا ما اعرفش ان الحوار ده موجود في مصر عادي. ما حدش جالنا كان بشزار يعني. يعني احنا لا بتوع بريل دول جولنا ولا عندكم كام كيس. ما حدش جالنا خبط علينا خبطوا حاجه. حلو صراحه. في حاجات كتير مفيده جدا. فشكرا ليك يا اتش والله. شكرا لوقتك وانبسطنا بيك يا صاحبي.